الدينامو كام مرة في الثانية؟ لو أنا عندي مثلا ده رسمة التيار المتردد، دي كده اسمها دورة، كده تاني دورة، تالت دورة، دول كده 3 دورات في الثانية، يعني كأن التردد ب3. لو جينا بقى نشوف عدد مرات وصول التيار للقيمة العظمى، طبعا بدءا من وضع الصفر في الثانية. شوف كده التيار وصل للقيمة العظمى كم مرة؟ ادي 1 2 3 4 5 6. بدل ما اقعد اعد ممكن اضرب 2 في اف. 2 في 3 بكام؟ ب6. طيب لو احنا عايزين عدد مرات وصول التيار للصفر في الثانية، طبعا ده كله ان هو دار من الوضع العمودي. اعرف ازاي ان هو دار من الوضع العمودي؟ ان هو بدأ من الصفر، لو دي الاي او الاي ام اف. تعال نشوف التيار وصل للصفر كام مرة. التيار وصل للصفر، عد كده معايا، ادي 1 2 3 4 5 6 7. بدل ما نعد ممكن نقول ان هي 2 اف زائد 1. طيب عدد مرات انعكاس اتجاه التيار. التيار عكس اتجاهه كم مرة في الثانية؟ تعال نشوف كده التيار عكس اتجاهه كم مرة في الثانية. دي كده لا تحسب، هو كان ماشي في اتجاه وكده عكس اتجاهه، تاني مرة يعكس اتجاهه، تالت مرة، رابع مرة، خامس مرة، يبقى 5 مرات. يبقى ممكن نكتب القانون 2 اف ناقص 1. طبعا ده في الثانية، افرض قالك في ثانيتين يبقى نضيف هنا في القانون تي، ونضيف هنا تي، ونضيف هنا تي. على اساس بقى ده تعال نحل السؤال. بيقول لي دينامو تيار متردد يتكون من 100 لفة، يبقى ده الان. مساحة مقطعه دي الايه، بس هضربها في 10 أس سالب 4 عشان سنتيمتر مربع تتحول لمتر مربع. يدور داخل فيض مغناطيسي كثافته، يبقى دي البي، بس دي 200 ملي تسلا، هضرب في 10 أس سالب 3 عشان احولها للتسلا. مبتدئا من الوضع الايه؟ العمودي، يبقى ده الوضع الطبيعي للدينامو، بحيث يصل الجهد زي التيار لقيمته العظمى. الجهد زي التيار وصل للقيمة العظمى كم مرة؟ 100 مرة في الثانية. عايز القيمة الفعالة. طيب من الجملة دي هنكتب بقى إن هو وصل للقيمة العظمى كم مرة؟ 2 اف هتساوي 100. يبقى الاف هتساوي 100 على 2 فيها ال 50 هرتز. طب هو عايز القيمة الفعالة للجهد. القيمة الفعالة للجهد اللي هي اي ام اف افكتيف. طب دي بتساوي ايه؟ اي ام اف ماكس على جذر 2، والاي ام اف ماكس بتتفك لايه؟ نبوي على جذر 2. يلا نعوض. الان ب 100، البي ب 200 في 10 أس سالب 3، الاي 250 في 10 أس سالب 4. الأوميجا بتتفك إلى 2 باي اف، يعني 2 في 22 على 7، وجبنا بقى من كلمة كام مرة في الثانية؟ الاف بكام؟ ب50. كل ده بيبقى مقسوم على جذر 2. تعال نشوف بقى الناتج كده على الآلة. هنضرب 100 في 200 في 10 أس سالب 3 في 250 في 10 أس سالب 4 في 2 في 22 على 7 في 50 على جذر 2. يطلع الناتج 111 وواحد من 10 فولت. يبقى الإجابة 111 وواحد من 10 فولت. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب.